هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. ربنا ما أنفاش إن غيره يخلق. زي النعجة دولي غواصة، الغواصة اللي لسه متدمرة دي ما استحملتش ضغط جمبري بيمشي على الأرض عادي، كابوريا، سمكة، كل دول عادي عايشين عادي، مش حاجة واحدة بس، كلهم عادي. هما اجتمعوا مليارديرات وما خلقوش زي السمكة اللي بتعيش تحت. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. البعوضة دي لو نشوف خلقها هنعرف نقول سبحان الله من كل قلبنا. ازاي المية تنزل من السما تطلع زرع، سبحان الله. لو بصيتوا ساعات هتلاقوا في بيت مثلا في ماسورة بتنقط، هتلاقوا مكان ما بتنقط في وسط الحجر طالع شجر. ازاي مية تنقط على الحجر تطلع شجر؟ ازاي بيرزق الدودة في قلب الحجر؟ عشان لما نيجي نقول سبحان الله نقولها من كل قلبنا. كل ده ما اتخلقش كده. العلم يدوبك بيكتشف خلق الله. الفيزياء والكيمياء والحاجات دي بيكتشفوا خلق الله، لكن خلقوه من عدم؟ لا، مفيش حاجة من عدم. يعني المبنى اللي اتبنى واتخلق ده اتخلق من مواد ربنا خلقها. الخلايا اللي بيخلقوها دي من حاجات اتخلقت من مخلوق، مش من عدم. كل حاجة ربنا عملها من عدم. تبارك الله أحسن الخالقين. لما نقول سبحان الله نقولها من قلبنا. في ايه حد عرف يخلقه زي البراق، يروح في ثانية ويطلع فوق لغاية ربنا. يعني الصاروخ بياخد قد ايه عشان يوصل ليدوبك في نفس المجرة، مش مجرة تانية. يعني سبحان الله. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. شجر في عز البرد عايش، وشجر في عز الحر عايش، وبيطلع أكل لينا. لما نقول سبحان الله نقولها من كل قلبنا. لما ندعي قادر. ربنا خلق ده يتغذى على ده، وده يتغذى على ده، وده يتغذى على ده. ولو قتلنا فصيلة مخلوق بينتشر بطريقة رهيبة المخلوق اللي هو كان بيتغذى عليه. يعني ميزان ربنا عامله سبحان الله، مش خلق عبث كده. يعني الملحد ده لو تفكر كده بربع جنيه هيقول سبحان الله. ازاي يعني هيقولوا سبحان الله؟ زي ما كفار قريش كده لما سمعوا سورة النجم ووصلوا لغاية فاسجدوا لله واعبدوا خروا سجدا. عشان كده كفار قريش كانوا بيقولوا للناس اللي مش من قريش وهم جايين يحجوا اقفلوا ودانكم، وكانوا يقولوا لبعض اقفلوا ودانكم ما تسمعوش للقرآن، عشان عارفين كويس قوي انه مش عادي، كلام مش عادي. الوقت اللي هنبقى فيه مؤمنين هنسمع القرآن بنفس الطريقة، مش عادي. هيدخل جوانا مش عادي، هنقعد نعيط واحنا بنقرا كده في كل صفحة. طيب ايه اهمية سبحان الله في حياتي؟ نفس اللي ربنا قال للنبي يونس قال عليه ايه؟ لولا ان كان من المسبحين. كان هيفضل في بطن الحوت ليوم القيامة. يبقى انا محتاجة سبحان الله. اللي يقول سبحان الله وبحمده 100 مرة حين يصبح وحين يمسي تغفر خطاياه
وإن كانت مثل زبد البحر. يعني كتيرة قوي. الخطايا دي هي اللي واقفة بيننا ان احنا نقرأ القرآن بالطريقة دي. الخطايا دي هي اللي واقفة بين ان ربنا يرسل السماء علينا مدرارا. الخطايا دي هي اللي عاملة الران والغفلة وان انا لما بسمع ما بسمعش، بشوف ما بشوفش، ما فيش بصيرة. هي اللي عاملة حاجات كتير، هي اللي بتجيب الهم والغم. يعني احنا لو شوفنا الآيات اللي ربنا نزل فيها سبح، يعني يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، ما فيش حاجة ما بتسبحش. يعني حتى كافر جلده بيسبح، أعضاؤه اللي جوه بتسبح، التراب بيسبح. حتى الملائكة لما جت تقول ايه، انت ليه هتخلق بني آدم ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ يعني احنا التوب، اللي بيسبح بحمد ربنا ويقدس له هو التوب. لما ربنا قال للرسول صلى الله عليه وسلم انه يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن مع الساجدين. حل الضيق سبحان الله بحمده، ان انا اعلى قوي في المراتب عند ربنا سبحان الله بحمده، ان لما تحصلي مشكله ربنا ينجيني قدام، اما ابقى في العادي كده ما عنديش مشكله اقول سبحان الله بحمده. يتغفر لي خطاياي سبحان الله بحمده. بس مش هتشتغل معايا في كل ده الا لما اقولها من كل قلبي، لما افتكر فعلا قدرة ربنا واقول سبحان الله. يعني انا لو قعدت اتكلم على اهمية سبحان الله وبتعمل ايه معجزات وليها تأثير ايه وربنا امر بيها في انهي مواقف، ومع كل نبي جاله معجزة جت مع سبحان الله، مش هعرف. انا هسيب لكم بس لينك تدخلوا عليه تشوفوا كلمة سبحان الله اتكررت في انهي ايات في القرآن. بعد ما تقروها هتفهموا اهميتها قد ايه كلمة سبحان الله مهمة. وسبحان الله وبحمده وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا قال عليهم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كلمتان، ما قالش قولها 50,000 مليون مرة، ده هي كلمتان تملأان الميزان. ليه؟ لما اقولها من كل قلبي. الفيديو الجاي هحكي لكم رؤية كده جاتلي، يعني ايه هما فعلا كلمتان بس كفاية، مش محتاجة افضل اقولها، لا، بس لما اقولها وانا بفتكر عظمة ربنا فعلا تطلع من كل قلبي.